أحمد حلمي ينهار في وداع شقيقه، وهذه رسالته الأخيرة له. انهار الفنان المصري أحمد حلمي أثناء وداع شقيقه الأكبر خالد حلمي الذي توفي صباح اليوم بمدينة بنها، حيث ظهر في الصور وبدت عليه ملامح الحزن الشديد جراء البكاء المستمر. أحمد حلمي ينهار في وداع شقيقه خالد، وودع أحمد حلمي شقيقه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بابنها في محافظة القليوبية، بحضور عدد من أسرته بجانب زوجته الفنانة أحمد حلمي. أحمد حلمي أثناء جنازة شقيقه، ورصدت كاميرات المصورين اللقطات لأحمد حلمي قبل الصلاة على شقيقه داخل المسجد وهو في حالة شديدة من الحزن، حيث جلس بجوار جثمان شقيقه بمسجد ناصر واضعا وجهه بين يديه، وبدأ في البكاء، وظهر في الجنازة بعينين منتفختين من البكاء الشديد. أحمد حلمي أثناء مراسم دفن شقيقه رحل شقيق أحمد حلمي صباح اليوم، ونعاه عبر منشور له على حسابه الشخصي على تطبيق انستغرام بكلمات مقتضبة كتب فيها: توفي إلى رحمة الله أخوي خالد محمد حلمي عبد الرحمن. وتابع: العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك يوم الأحد الموافق 10 من ديسمبر. نسالكم الدعاء. رحيل شقيق أحمد حلمي جاء بعد صراع مع المرض، حيث كشفت بعض المصادر أن خالد حلمي خضع إلى جراحة قلب مفتوح مؤخرا، وأصيب بأزمة قلبية فجر اليوم، والتوفي قبل أن يتم نقله إلى المستشفى. وفاة شقيق أحمد حلمي. أعلنت سالي حلمي شقيقه أحمد حلمي خبر رحيل شقيقهما الأكبر خالد آثر أزمة قلبية صباح اليوم عبر منشور على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت في نعيها: أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة. وخالد هو الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمي، حيث يعمل مديرا عاما بالجهاز المركزي للحسابات. وأوضحت أسرة الراحل أن تشييع الجثمان سيكون اليوم من ابنها عقب صلاة الجمعة، على أن يتم تلقي العزاء يوم الأحد في مضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية بمدينة بنها اليوم. وبعد إعلان شقيقه أحمد حلمي، نعت الفنانة منى زكي شقيق زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: توفي إلى رحمة الله خالد محمد حلمي عبد الرحمن أخو زوجي. وخلال مراسم الدفن حرصت منى زكي على مواساة زوجها أحمد حلمي الذي بدأ في حالة من الصدمة أثناء تشييع الجثمان من أمام مقابر العائلة، ودخلت في نوبة من البكاء أثناء مواساة أفراد الأسرة أمام المقابر. من هو خالد شقيق أحمد حلمي؟ لم يكن خالد حلمي يظهر في وسائل الإعلام، إلا أنه ظهر من قبل في صور مع شقيقه أحمد حلمي عبر صورة نشرها له الفنان المصري عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستغرام، موجها له رسالة كانت الأخيرة قبل رحيله، والتي وصفه فيها بأنه ليس أخا وإنما صاحب أيضا. وبتعليق على صورة جمعت بينهما، كتب أحمد حلمي رسالته والتي جاء نصها: إخوي الكبير خالد حلمي، شبه بعض جدا في النظارة، أحلى حاجة أن يكون عندك أخ أكبر منك، بتكون مش بس أخ، بتكون صاحب كمان. يا سلائم، يا من خلاني أنزل أجيب عيش بداله. هه يلا الكبير كبير برضه، حبيبي يا خالودة. يذكر أن أحمد حلمي تحدث من قبل عن معاناته لافتقاد والده بشدة،
خاصة أنه مر بفترة صعبة للغاية أثناء مرضه ويشعر بالعجز الشديد خلالها، إلا أنه اكتشف بعض الأمور عنه بعد رحيله، قائلا: والدي ذي الشجرة اللي ماتت بس جذوره لسان جوايا، ويصعب علي لأنه تعب، وهو كان أكثر شخص صانع أمل في حياتي بسبب معاناته، وأن مفيش حاجة اسمها مستحيل. وبعد ما مات أنا اكتشفت أنه كان بيعمل خير كتير، وما كانش قايل لحد عليه غير لأخوه، وأنا ملحقتش أشبع منه.